هاي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من جلو جو. انا حبيبه ندى، والنهارده هنتكلم عن جلد الذات. خلينا متفقين في الاول كده اننا اكتر ناس ظلمنا نفسنا في الحياه دي، مش الناس ولا الظروف ولا اي حاجه من الحاجات دي، بسبب اننا دايما بنحكم على نفسنا بشكل صعب قوي، بنحاسب نفسنا باصعب طرق ممكنه وباكتر كلام محدش يستحمله من غير اي رحمه. عشان كده النهارده عايزين نتكلم في كذا حاجه، وهي ان ليه جلد الذات ده غلط وبيأثر علينا ازاي، وازاي نقدر نسامح نفسنا نتعامل مع الغلط ده بشكل عادي وبشكل طبيعي. فخلينا نقول سريعا كده، جلد الذات ده يعني ايه؟ جلد الذات هو انك تفضل تلوم نفسك طول الوقت على اي غلطة او تقصير، سواء في شغل، دراسة، اي حاجة. هو مش مجرد ندم، لا ده عقاب مستمر بيخليك تحس دايما انك اقل من الناس وانك مش كفاية. انا شخصيا عانيت من جلد الذات لفترات طويلة جدا بجد، وجربت حاجات كتير قوي وعملت سيرش كتير قوي علشان بجد كان صعب جدا، واي حد بيعاني من الموضوع ده اكيد فاهم قصدي. لحد ما اتخلصت منه، وهو بجد صعب قوي. انت في محكمة طول الوقت، ولازم نفرق بين جلد الذات وبين اننا نحاسب نفسنا على كل حاجة. ده من اهم الحاجات اللي في حياتنا، مش حاجة وحشة نهائي. اللي هو بعد يوم طويل مثلا نشوف ايه غلط عملناه في اليوم ونحاول نتجنبه بعد كده من غير جلد ذات ولا اي حاجة، ونكون عارفين اننا ممكن نقع في الغلط ده تاني عادي. بس المهم اننا نفضل نحاول اننا ما نكررش الغلطه دي تاني. ايه اسباب جلد الذات بقى؟ جلد الذات ممكن يكون ليه اسباب كتير جدا، زي ممكن التربيه والنقد على طول، اللي هو نقد على طول شغال على اي حاجه، وانك متعود طول عمرك تسمع ان انت مقصر او كان ممكن تعمل احسن من كده، ان انت مش كفايه بمعنى اصح. والحب الغير المشروط، حب المشروط دايما بحاجات انك لازم تبقى تحفه في كذا عشان نحبك وكده. تاني حاجه المقارنه بالناس، خصوصا دلوقتي مع السوشيال ميديا. دايما شايف ان ده بيعمل وده بيسوي، وانا قاعد مكاني ما بعملش حاجه، كل الناس دي بتتقدم واللي رايح واللي مسافر. خليك فاكر انك بس شايف نتيجه، انت ما تعرفش هو بادئ من امتى ولا بيعمل من امتى، شغال على الموضوع ده من امتى وتعب قد ايه، ما تعرفش. تالت حاجه وهي المثاليه الزايده، وان كل حاجه لازم تبقى بيرفكت ومفيش زيها. انا كنت كده، انا شخصيا كنت كده، اي حاجه اعملها مش عاجباني، عمري ما شفتها حلوه. يعني انا زمان لما كنت اطلع التانية او انقص مثلا نص درجه، كان اهلي يبقوا فرحانين بقى وبرافو وكده، وانا اللي هو طب وليه مش الاولى، طب وليه مش مقفله، مش شايفين كل حاجه ناقصه ازاي؟ اللي هو غيري اصلا بيتمنى ياخد الدرجه دي يعني، وانا اللي هو طب ليه مش كذا، مش فرحانه ابدا. شفت في الاخر بعد ما كبرت بقى ان فعلا ضيعت كل اللحظات دي اللي كانت تستحق ان انا افرح فيها، لمجرد ان انا عايزه كل حاجه مثاليه. وبرده ما خدتش في الاعتبار ان ده قدر وان ده نصيب من عند ربنا عادي جدا. بس كده. رابع حاجه وهي الخوف من حكم الناس. دايما خايف من حكم الناس، طول الوقت بتفكر الناس شايفاني ازاي، هيقولوا عليا ايه. لو حصل اي موقف وحش او غلطه قدام الناس، تفضل تلوم نفسك عليها بقى، تجلد ذاتك، مع ان محدش اصلا بيبقى واخد باله من اي حاجه. ومجرد ما القعده بتخلص خلاص، محدش بيفضل يحلل تصرفاتك وانت عملت ايه. فبالراحه، كلنا بني ادمين وعادي اي حاجه تحصل مننا ونصلحها، مفيش مشكله. ازاي بقى نوقف جلد الذات ده؟ كخطوات عمليه كده نمشي عليها. اول خطوه وهي ان لازم يكون عندك وعي، تبقى عارف انك بتجلد ذاتك وتعترف بده قدام نفسك، وتبقى واخد بالك من الكلام اللي بتقوله لنفسك. يعني تبقى مراقب نفسك كده، انت دلوقتي عايز تتخلص من جلد الذات، خلاص تعترف بده انك فعلا بتجلد ذاتك وبتكلم نفسك بطريقه وحشه، وتاخد بالك علشان تراقب نفسك. تاني حاجه بقى وهي انك تسمح لنفسك بالاخطاء. يعني اسمح لنفسك بالاخطاء واعرف ان دي اخطاء، ان الاخطاء دي بتعلمك، وان عادي ده يحصل وعادي اغلط. اسمح لنفسك، ادي نفسك فرصه انك تغلط. تالت حاجه وهي انك عامل نفسك زي ما بتكلم صاحبك. والله زي ما بقول لكم، فكر كده، لو صاحبك عمل الغلطه دي وجه قال لك انا عملت كذا وكذا وانا متضايق وانا فاشل وغبي ومش عارفه ايه، واتكلم عن نفسه بطريقه وحشه جدا، يعني شوف هتقول له ايه. اكيد هتقول له ايه بقى؟ لا عادي، حصلش حاجه، حصل خير، كلنا بنغلط، ما تقولش عن نفسك كده، صح؟ خلاص بقى، خلي دي طريقه كلامك مع نفسك. ما هو انت اكيد مش بتحب صاحبك اكتر من نفسك، وهو مش اغلى عندك من نفسك برضو. يعني خلي بالك في طريقه كلامك مع نفسك، دي بجد النقطه اللي هي يعني. تالت خطوه بقى وهي انك تخليك واقعي اكتر. كل ما تبقى واقعي، كل ما توقعاتك عن الحاجه اللي بتعملها تبقى واقعيه وتبقى عاديه، مش هتستنى من نفسك حاجه واو بقى او حاجه صعب تعملها. فخلينا اديكم مثال مثلا عليا انا كحبيبه، كنت بتضايق مثلا اني مش في شطاره المدرس، يعني بجد حاجه تضحك قوي يعني، وكنت مستنيه من نفسي حاجات اكتر من المطلوب بكتير، وده اكيد اثر عليا. بالعكس كمان كان بيحبطني جدا. عكس دلوقتي، بقيت بتمنى مثلا كل
وكل التوفيق لاخواتي الاوائل. يعني شيء في فرق بجد، وعادي جدا. اكيد الاوائل دول ذاكروا اكتر مني اكيد، ولو ذاكرنا زي بعض يبقى ده نصيب، ويبقى ربنا كاتب كده وانا لازم اعترض؟ يعني ما اعترضش بقى واحمد ربنا، واكيد ده خير طبعا طبعا من غير تفكير كده، ده اكيد خير. واي غلطه بعملها اكيد خير، اتعلم منها واخد بالاسباب. بس وان حاجه حصلت ملومش نفسي عليها، يبقى ده ايه؟ نصيب وخير من عند ربنا. بعد كده بقى يا جماعه انك لازم تسامح نفسك على كل اللي فات. كل اللي فات كده نسامح نفسنا عليه، ما نفضلش ندور في سجلاتنا القديمه على الحاجات الوحشه اللي كنا بنعملها عشان نجلد ذاتنا. يعني ده شيء غير عادل تماما تماما، انك تحاسب نفسك على غلط امبارح بعقليه النهارده وبنضج النهارده. يعني ما تظلمش نفسك قوي كده. يعني انت امبارح وانت بتعمل الغلطه دي كنت فاكرها صح عادي جدا، ده شيء غير عادل بجد. امبارح وانت بتعمل الغلط ده ما كنتش تعرف انه غلط، وخلاص عدى واتعلمنا منه، خلاص يبقى اتقفل صفحه واتقفل. بعد كده بقى هو انك تركز على اللي انت فيه دلوقتي حالا. يعني مثلا النهارده المفروض تصحى الساعه 7، وراك حاجات كتير، شغل كتير، وغصب عنك صحيت الساعه 8 9. نعمل ايه بقى؟ نفضل نعيط ونجلد ذاتنا بقى؟ لا طبعا، المفروض نقوم نشوف هننقذ ما تبقى من اليوم ازاي ونشتغل. الاكيد ان كده هننجز حاجات اكتر من لو قعدنا نندب حظنا على كل اللي حصل. وممكن يبقى يوم لطيف عادي جدا وبرودكتيف جميل، ونلحق نخلص كل الحاجات اللي ورانا. فبلاش تشاؤم على كل حاجه، ليك شايف ان دايما لسه في فرصه. اخر حاجه بقى دي مهمه قوي، وهي ان خليك دايما حاطط في دماغك كده ان جلد الذات ده من الشيطان، ربنا ما امرناش بيه ابدا. ده حتى بيأخرك في كل حاجه. يعني حتى انك تتوب عن ذنب معين والله بيخليك واقف في نفس النقطه، وشايف الذنب ده خلاص بقى مفيش بعده رجعه ابدا. ده غلط جدا بجد. حتى في ايه في القران اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يعني الايه دي معناها ان ربنا بيقول للناس اللي عندهم ذنوب كتير ومعاصي كتير اللي هم احنا اننا ما نيأسش ابدا من رحمه ربنا، ولما نغلط نتوب عادي، في راجعه للغلط، في دايما فرصه. لان الغلط ده فينا اصلا، يعني فطره طبيعي، لازم كمان مفيش فينا حد معصوم من الغلط، حاجه لازم. بس المهم اننا نرجع ونتوب عنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث اللي هو كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. تهيألي مفيش حاجه اوضح من كده تبين لنا ان الغلط طبيعي، وان جلد الذات ده لا من الدين ولا من الانسانيه مع نفسنا. فبجد يعني لازم اي حد بيجلد ذاته رحمه بذاته يدور على حل، لان انا حاسه باللي بيحصل بجد والله العظيم يا جماعه. دي اصعب حاجه ممكن حد يتخيلها. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده من جلوينج اب. يا رب يا رب يا رب تكونوا استفدتوا منها حاجه حتى لو بسيطه. لو في حاجه حابين نتكلم عنها اكتبوا لي، حد عنده اي حاجه حابب يضيفها يا ريت يقول، خلينا نستفيد من بعض. وبس كده، سلام.